هل من نصيحة لمن ينام النهار ولا يقوم للصلاة؟ لا شك أن هذا مرتكب لمنكر عظيم، والنوم عن الصلاة وتركها عمدا من كبائر الذنوب، حتى لو صلاها فيما بعد، فإن تأخير الصلاة عن وقتها منكر. قد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنهم هم الذين يؤخرونها عن وقتها، وقد توعدهم الله عز وجل بالويل. ولاحظ أن الله وصفهم بالمصلين، فهم لا يتركون الصلاة، هم يصلونها لكنهم يؤخرونها عن وقتها، ولهذا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب، فهذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ولا يصلي إلا بعد خروج الوقت يعني مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وصومه صحيح لكنه قد أخطأ بكونه نام عن الصلاة المكتوبة. وقد جاء في حديث سمرة في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في صحيح البخاري، قال سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي انطلق انطلق. وكان مما ذكر في ذلك قال: وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بالصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت: سبحان